كل سنة وانتم طيبين حبايبي. من يومين كده عملنا أصابع السعادة التركية، وصفة تركية عملناها على أصولها بمقادير بسيطة جدا ولذيذة وطريقة سهلة قوي قوي قوي. وكمان عملنا قبل كده مع بعض على القناة الكوكيز، عملنا بأربع أشكال مختلفة. الكوكيز شكل الكوكيز العادي بالشوكليت شيبس، وكمان الثلاث أشكال دول. وعملنا كمان حلوة كده سهلة وسريعة بالفول السوداني والبسكويت وصوص الكراميل. وكمان عملنا بسكويت البسكريم الغرقان في الشوكولاتة الدايبة من جواه، وكمان كان تحفة بجد. والنهاردة بقى معانا كده وصفة جميلة قوي قوي ولأول مرة على اليوتيوب، وهي دونات البسكويت السوري المرصع. هي الوصفة وصفة سورية، لكن طبعا احنا لازم نضيف حبشتكناتنا كده عليها شوية، وغيرناها وبدل ما هي شكل تقليدي خليناها شكل الدونات. جميلة قوي قوي وبجد هتعتمديها. يعني معايا العيد ده هتبقى كده طبق التقديم بتاعك او الشيالة بتاعة العيد بتاعك هتكون مختلفة خالص خالص. سيبنا بقى من البتيفور واللانكشاير والغريبة والناعم وكل الكلام القديم ده، خلينا بقى في الجديد. تعالوا بقى نشوف هنعمل المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه وهنعمل الوصفة دي ازاي. هنستخدم معانا في الوصفة هنا 3 عدد من البيض، يكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما يبقاش ساقع. بعد كده هنبتدي ان احنا نضيف عليه ملعقة كده كبيرة مليانة من الفانيليا علشان تنكهلي كمان البيض كده وتضيع اي زفارة فيه. وهنبتدي دلوقتي نضيف كوباية الا ربع من السكر، او كوباية يعني معاكي من كوباية الا ربع الكوباية، ما تزوديش عن كده، بس كوباية الا ربع هتطلع التحلية بتاعتها كويسة خالص خالص، مش هتحتاج معاكي حاجة تانية. وبالمضرب ممكن كمان نعمل الخطوة دي في الخلاط لغاية كده ما الاقي البيض كده الخليط بتاع البيض والسكر افتحي معايا خالص، وبدأ كده يبقى هش خالص وقوامه كده كريمي خفيف. طيب ممكن ان انا اعمل في الخلاط الخطوة دي جدا عادي، اعمليها في الخلاط هتعمل معاكي بكل سهولة. طيب هنا بقى الوصفة بتاعتنا ولا هنستخدم فيها زبدة ولا سمنة ولا الحاجات الغالية دي كلها، كفاية كمان ان البيض في الوقت الحالي ده غالي، فاحنا هنا هنستخدم 3 بيضات بس. طيب شايفين بقى هنا الخليط افتحي معايا وبقى كده قوامه زي الكريمة كده السائلة، تمام قوي كده. دلوقتي بقى هنبتدي نضيف تلت كوباية من الزيت، يعني المادة الدهنية هنا معانا في البسكويت ده هي الزيت. ضفت هنا حوالي تلت كوباية، ما تقلليش او تزودي عن كده. وهنبتدي نخلط برضو بالمضرب الكهربائي او برضو في الخلاط، لو انت لسه في مرحلة الخلاط هيبقى لغاية هنا وكفى. لو هتعملي في الخلاط لغاية ما ندمج الزيت مع الخليط بتاع البيض والسكر وكده تمام. طيب امتى ابطل ضرب؟ لما احس كده ان خلاص السكر ما بقاش مخرز معايا. خطوة مهمة قوي يا جماعة، ان السكر لازم يدوب، ما ينفعش ان انا ابتدي اضيف باقي المكونات والسكر معايا بيخرز. طول ما في خرز كده بيطلع اثناء الضرب او انا بحركها بالمضرب يبقى لسه السكر مدابش كويس. نحاول ندوب السكر كويس خالص. دلوقتي هنا بقى هبتدي ان انا اضيف المواد الجافة بالتدريج. اول حاجة هنا في البولة الصغيرة دي عندي 3 اكواب من الدقيق، دقيق منخول، وبنخله معاكم كمان اهو مرة تانية. لازم يا جماعة ننخله علشان ندخل فيه هوا زي ما دخلنا الهوا في خليط البيض والسكر والزيت. طيب دلوقتي هبتدي ان انا اضيف الدقيق بالتدريج زي ما انتم شايفين، وما ننساش رشة الملح وملعقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر. تمام كده. ونبتدي اول حاجة كده نقلب بالاسباتيولا. ممكن في الخطوة دي عادي تنزلي بايديكي، بس هتخلي كده صوابعك واقفين، يعني تمشي كده كأنك يعني بتقلبي بملعقة. اللي هو يا جماعة دايما البسكويت ما بيتعجنش، البسكويت ما بيتعجنش علشان ما يعملش معايا الدقيق، ما يعملش معايا عرق، وما يبقاش البسكويت ناعم. فنركز قوي. انا هنا استخدمت الاسباتيولا في البداية زي ما احنا شايفين كده، بضيف الدقيق بالتدريج. طيب ممكن احتاج كل كمية الدقيق اللي هي 3 اكواب، ممكن احتاج اقل منها، ممكن احتاج اكتر منها بشوية، بيعتمد على ايه. هتقولي لي هنا احنا مش حاطين بقى زبدة، احنا كلنا عارفين وحافظين وخلاص، اللي متابعيني عارفين ان انا بقول المعلومة دي في اي معجنات بعملها او مخبوزات. يا جماعة نوع الدقيق بيفرق،
ممكن تستخدمي نفس النوع من الدقيق مرة عن مرة، بيفرق. طيب بيفرق في ايه؟ كل دقيق ليه درجة امتصاص للسوائل خاصة بيه، فعلى حسب الدقيق اللي انت مستخدماه. طيب هتقولي لي هنا ما احنا ما استخدمناش بقى زبدة ولا سمنة. اولا استخدمنا زيت، ثانيا استخدمنا بيض، والبيض ده هيختلف اكيد. يعني حجم البيض اللي انا هنا استخدمته في الفيديو مش هيكون نفس حجم البيض اللي انت هتستخدميه، او يعني ولنفترض واحدة كبيرة واحدة صغيرة. فيا جماعة بالتدريج كده، وزي ما قلنا ما نعجنش كتير علشان ما يعملش معايا عرق. طيب زي ما احنا شايفين كده انا خلصت خلاص العجن بتاعي، وهنا اخد مني 3 اكواب كاملة. بصوا يا جماعة، اهم حاجة ما يبقاش فيها تشققات، يعني ما يبقاش فيها اي حاجة. بصوا ناعمة طرية مش بتلزق في الايد، جميلة قوي قوي. ده قوام العجينة. دلوقتي نبتدي المرحلة العظيمة، وهي مرحلة التشكيل، وازاي هنعمل شكل الدوناتس من غير قطعة للدوناتس ولا اي حاجة. لا، هنعمل كده شكل الدوناتس من حاجة جميلة جدا، وهتطلع معاكي تحفة خرافية. بس ركزي في الخطوات، لاني انا هنا محبتش ان انا اجري الخطوات علشان ما تفقديش اي معلومة. طيب دلوقتي بقى ابتدي ان انا افردها بالنشابة. خدت قطعة كده من العجين على مفرش العجين عندي، وحطيت تحت منه كده رشة بسيطة من الدقيق، بسيطة يا جماعة زي ما انتم شايفين كده، اللي هو يدوب يعني بس كده عاملة طبقة عازلة ما بين العجينة وما بين المفرش السيليكون. طيب هتقوليلي ما هو سيليكون، يعني اصلا العجينة مش هتلزق فيه. هي مش هتلزق يا حبيبتي، بس علشان لما اجي ارفع الشكل بعد ما اعمله ما يبصش مني، ما يفضلش بقى كده يطلع معايا بصعوبة. ده السمك اللي انا عايزاه، يعني لا هو بقى سمك كبير ولا صغير خالص. عندي قطاعة هنا على شكل دايرة. دايرة يا جماعة ممكن تستبدليها بكوباية، بطبق يكون عندك صغير، اي حاجة، ببرطمان، اي حاجة، او بغطا برطمان يعني. طيب هنا هبتدي بقى اعمل ايه؟ شايفين بقى الدقيق، انا هنا جبت جنب مني شوية من الدقيق. يا ترى عملت بيهم ايه؟ بغمس فيهم كده القطاعة الصغيرة دي، واروح حطها على طول ايه على العجينة بالشكل ده. بصوا يا جماعة، بحطها كده ثبتها وبايديا وبضغط لتحت، مش بفضل بقى الف فيها. ليه؟ علشان تطلع معايا الدايرة مظبوطة. عندك اي قمع للكريمة، غطا ازازة صغير قوي، اي حاجة كده صغيرة، وابتدي اعملي بيها، كملي بيها شكل الدوناتس. بصي بيطلع كده فيها بكل سهولة. برضو بنفس الكلام يا جماعة، بحطها برضو في الدقيق وارجع احطها في كورة تانية، وهكذا لغاية ما اخلص كل الكمية. بصي بكل سهولة، بس حاولي بعد ما تحطيها كده، يعني حاولي كده تبصي من جميع الجوانب لولا ما تضغطي وتقطعي الجزء اللي في النص ده، علشان يبقى قطعة الدوناتس معاكي طالعة مظبوطة. فركزي قوي قوي وانتي بتقطعيها. بعد هنا ما خلصت، هبتدي على طول اعمل ايه بقى؟ اشيل كل الزيادات دي، بتتشال معاكي بكل سهولة. طيب شايفين بقى كام واحدة كده شكلهم متغير، ما بيبقوش دوناتس، بيبقوا شكل بيضاوي. طبعا احنا هنسكت يعني؟ لا. بصي بقى، بس حركة كده بايديكي رجع الدوناتس تاني، ولا تزعلي نفسك. شايفين بقى كمان من تحت؟ بصوا فيهاش اي دقيق، ولو فيها دقيق بصبعك كده وهتمسحيه. وهنا حطيتها على ورق زبدة، وهدخلها الفرن على طول، ولا هنستناها بقى تعلى ولا اي حاجة. شايفين بقى جمالها في الفرن يا جماعة؟ شايفين بتفنش حلو ازاي؟ جميلة بجد، رائعة. تقعد قد ايه في الفرن؟ حوالي من 12 دقيقة ل 15 دقيقة، مش اكتر من كده، على درجة حرارة كده حوالي 160. طيب لغاية كده ما تاخد لون ذهبي ونخرجها على طول. تعالوا بقى في الوقت ده نعمل الصوص بتاع التشريبة بتاعها. هو عبارة عن ايه؟ كوب من اللبن، هضيف عليه ملعقتين من السكر، وعليهم ملعقتين من الكاكاو الخام. لو شايفة ان ملعقتين هيكونوا كتير، حطي ملعقة ونص، او حطي ملعقتين بس ممسوحين مش هرميين بالشكل ده. دلوقتي بقى ابتدي ان انا اشغل النار وادوبهم كده كويس قوي، وايديا فيهم يا جماعة ما تسيبهمش غير بعد ما كل الكاكاو كده يدوب خالص، وما يبقاش ظاهر معايا، ويبقى خلاص كده لون الخليط خلاص كده بقي بني غامق او مسود يعني حبة. هسيبهم كده على نار وسط لغاية ما يبتدوا عندي في مرحلة الغليان.
مش هنسيبهم يغلوا كتير، يدوب كده نحسهم خلاص كده هيبتدوا يغلوا زي فوران اللبن كده، ونطفي على طول عليهم. بس كده، مش عايزين اي حاجة تانية اكتر من كده. خلاص طفيت عليهم النار، وهاخدهم كده استناهم لغاية ما يبردوا خالص. بعد ما البسكويت عندي هنا برد وكمان الخليط برد، تعالوا كده نشوف هنشكلهم ازاي. بص بيطلع معاكي بكل سهولة من ورقة الزبدة، واهم حاجة يبقى واخد اللون الذهبي الخفيف خالص ده من تحت، ومن فوق يبقى يا جماعة لونه ابيض، لاني لو حمرناه زيادة مش هيفيدنا قد ما هو هيبقى شكله غامق قوي بعدين في التزيين. زي كده اللانكشاير او البيتيفور مش بنحمره من بره، لكن من فوق اقصد يعني، لكن يدوب كده بياخد لون دهبي خفيف قوي من تحت. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ ده الخليط بتاعنا بعد ما برد خالص، وهنا عندي جوز هند بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وهبتدي احط الدوناتس بقى بتاعتي هنا، اقلبها كده تقلبتين 3 بس ما سيبهاش كتير برضو، وبشوكة كده، والتانية اصفي كل الصوص اللي فيها، وابتدي اغمسها هنا في جوزة الهند. بصوا يا جماعة، مفيش اسهل من كده طريقة، ولا اسهل من كده تزيين، ولا اسهل من كده حلوة، ولا اسهل من كده مخبوز جميل للعيد جديد على شيالتك كده، او على طبق التقديم بتاعك على العيد. تحفة تحفة بجد يا جماعة. نعمل بقى واحدة تانية بنغمسها بالشكل ده في صوص الشوكولاتة ده اللي احنا عملناه، او اللي هو الصوص البني. هو طبعا مش تقيل، يعني القوام بتاعه هنا وسط، لا هو تقيل بقى كصوص الشوكولاتة ولا هو خفيف خالص. طيب هنا بقى ايه فايدته؟ بتبقى كده مادة لاصقة بتلصق لي جوز الهند بالبسكويت نفسه، وفي نفس الوقت بيتشرب منه جزء، حتى بعدين بيبقى يتقل شوية بسبب انه تشرب جزء من الصوص ده. بصوا يا جماعة جميل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طيب اروح بقى اكمل باقي الكمية علشان مطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. بس زي ما قلنا حبايبي، ركزوا قوي قوي في سر التسوية. زي ما قلت لكم احنا مش عايزينه يحمر من فوق، ولا هنشغل بقى شواية ولا اي حاجة. هي الفرن من تحت مدة من 12 ل 15 دقيقة وخلصنا. اكمل بقى باقي الكمية وارجع لكم. والكمية بصوا بقى طلعت معانا كتيرة قوي، من تلت كوباية من الزيت و3 بيضات طلعنا. يعني بصوا، لا 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 يا جماعة، وصفة من الاخر، فاخر من الاخر كده، هتدعيلي. ولا كمان طعمها اصلا لا يقاوم. حاجة كده كل ما تاخدي قطمة عايزة كمان واحدة تانية، كل ما تخلصي واحدة تاخدي واحدة تانية. بصوا يا جماعه، تعالوا نشوف كده واحده ونفتحها من جوه نشوف شكلها عامل ازاي. شكلها كيوت قوي يا جماعه، دوناتس كده صغيره، قمر قمر، جميله، عايزه تتاكل دلوقتي كده من جمالها. طيب تعالوا بقى كده نكسرها، شايفين؟ طيب دي الوصفه بقى اللي انتي وبتاكليها هتفضلي كده متحيره وتقولي يا ترى ده بسكويت ولا كيك، كيك ولا بسكويت. من بره مقرمشه، يعني من بره كده بسكوت، ومن جوه تحسيها كده عبارة عن كيكة. عارفين يا جماعة، يعني ميكس ما بين البسكويت والكيك، حاجة كده جميلة. كل سنة وانتم طيبين حبايبي، اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة.